مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله، ينور رضاكم ويقدرني كده، واحاول انزل لكم سحور كل يوم. النهارده فيديو اول سحور في رمضان، بس للاسف ما قدرتش ان انا انزله امبارح، واول يوم فطرت عند ماما وهكذا بقى، فما لحقتش ان انا انزل الفيديو. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه في الفيديو ده. حاجات بسيطة كده وسريعة. اول حاجة كده انا جهزت بقى الترابيزة اللي هي هنتسحر عليها وكده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم بقى نعمل اجواء رمضان وكده. ودخلت بقى علشان اعمل السحور، وهو زي ما انتوا شايفين كده عملت بطاطس محمرة وسلقت بيض، وطبعا الراعي الرسمي لسفرة سحور رمضان وهو الفول. فعملت بقى فول. طبعا الفول بيتعمل بكذا طريقة، ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم كذا طريقة مختلفة، بس دي الطريقة المعتادة اللي هي ملح وكمون وزيت بس كده. ورغم بساطته دي كان طالع ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه زي العسل. ان شاء الله ابقى اعمل لكم وصفات كتير للفول باذن الله، ربنا يقدرني كده ان شاء الله، ما بقاش مكسله من ناحيه التصوير، وهوريكم ان شاء الله وصفات كتير ليه. حطيت كمان ليمون وشلت البذر كده وظبطت بقى الفول. واقول لكم عملت تريكايه حلوه قوي قوي في الفول، انا بحبها بصراحه، وكمان ادتني نتيجه تحفه. ان انا عملت ايه؟ حطيت عليها معلقه سمنه بلدي. بصوا، نص معلقه سمنه بلدي على الكيس، بس الكيس عشان كبير فحطيت ايه، يعني نص معلقه محترمه كده. عايزه اقول لكم ودت طعم الفول حته تانية خالص. وخلص السحور بقى، وبصوا شكل السحور كده، يعني كانت حاجة سريعة كده، والحمد لله ربنا كان مبارك فيها. ودي كانت اول فكرة سحور، ان شاء الله احاول كل يوم كده ان انا اجدد واعمل لكم افكار جديدة. قطعت كمان طماطم وحطينا جبنة بس كده، وحطيت كمان لانشون بالفراخ وزبادي وبس كده. ده كان الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ويا رب يكون السحور خفيف وخدتوا منه فكره، وان شاء الله هحاول كل يوم انزل لكم فيديو جديد. ما تنسوش بقى تقولي ايه رايكم كده في الاجواء اللي انا عاملاها للسحور عندي. وكمان هوريكم بقى اجواء السحور عندي، هطلع بقى اصور لكم كده من بره وفي البلكونه كمان عندي بس كده. كان يوم حلو الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. يا نور